صباحكم فل. الحقيقة عايزة أتكلم في موضوع النهاردة بيقرقني. الواحد يشوف الألمان ماشيين في الشارع كلهم على وشهم إن هم جشتغست، يعني عندهم ضغوط نفسية وضغط عمل وضغط حياة وبعدين لو بصيت لحياتهم تلاقيها سهلة وبسيطة ومفيهاش مشاكل. امال لو نزلوا البلاد العربية وشافوا المشاكل والناس بتعافر ازاي عشان تعيش، او عشان تجيب قوت يومها، او عشان تربي عيالها وتصرف عليهم. مش عارفة، يعني الحقيقة مش عارفة. امال هما لو عاشوا، بصوا يا جماعة الجمال اللي ورايا ده، الورد والحاجات الحلوة دي، الله، احلى حاجة بحبها عند الألمان الورود. جميل جميل. بصوا الألوان، بستغرب قوي، يعني ما عندهمش مشاكل زي مشاكلنا العرب، ولا عندهم معافرة زي معافرتنا، وطول الوقت مضغوطين، عندهم ستريس ايه يا جماعة؟ نزلوا وشوفوا الناس في مصر ولا في اي بلد عربي، بلاش مصر بقى، يعني مصر شوفوا طب البلاد في اليمن مثلا، ولا اللي في فلسطين مثلا. مش عارفة هما ليه محسسينا دايما ان هما بيعملوا حاجة صعبة، مع ان هما بيعملوش حاجة صعبة خالص. لو عاشوا حياتنا وعاشوا ظروفنا وعاشوا مشاكلنا جوه البيت وبره البيت ومع الاهل مش هيقدروا. تخيل مثلا واحد مع اي مشكلة صغيرة بيحصل له ديبرسيون ويكتئب ومش عارفة. طب بصوا الجمال يا جماعة، بصوا الجمال ورايا كده، الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، مش عارفة. طب نبدل معاهم، نديهم مشاكلنا وناخد منهم مشاكلهم اللي هي مفيش اصلا، يعني ونقول شهر واحد هتلاقوهم كلهم في المصحات النفسية. صباحكم فل. رشا أمين.